فنانة شقية روحها حلوة تقدر تخطف قلبك من أول نظرة، وهي جمعت ما بين الجمال المصري والإيطالي. اسكندرانية مثقفة بتحب الفن، ومن أفضل الفنانات اللي قاموا بدور الهانم. تعال أقول لكم حكاية ندى البسيوني مع أستاذها في الجامعة سناء شافع، ومين هو جوزها اللي خانها. وهتعرفوا كمان ليه اسمها مرتبط بالفيلسوف الزمالك الكابتن أيمن يونس. خليكم معايا لآخر الفيديو. ندى البسيوني اتولدت في اسكندرية سنة 1963 ولها أصول إيطالية، وبعد المرحلة الثانوية شاركت في إعلان تلفزيوني لأحد المنتجات، وبعدها سافرت النمسا تدرس هناك التمثيل والإخراج وفنون تشكيلية، وده في الجامعة النمساوية باللغة الألمانية لمدة سنة. ولما رجعت مصر قدمت في اختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية، وشافها المخرج عبد المنعم شكري وأعجب بيها وقرر يقدمها كوجه جديد في الفيلم الجوهرة مع عبد المنعم مدبولي وتحية كاريوكا. وأثناء دراستها في المعهد نشأت بينها وبين أستاذها سناء شافع إعجاب، وبقى بيتكلموا كتير بعد المحاضرات. وبعدها نشأت بينهم قصة حب كبيرة، وكانت مبهورة بيه وطلب يتجوزها، بس أهلها رفضوا بسبب فرق السن الكبير ما بينهم اللي كان 20 سنة. وبعد إصرار وتمسك ندى البسيوني اضطروا أهلها يوافقوا على زواجهم، وهي في سنة تالتة من دراستها بالمعهد أنجبت بنتها الوحيدة اسمها مايا، وشاركت وهي بتدرس في المعهد مع صلاح السعدني في مسلسل غدا يدك الأجراس. اتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. اتعينت معيدة في المعهد في سنة 1998. قدمت دور سعاد هانم في مسلسل هوانم جارند سيتي. الدور كان نقطة انطلاقها في عالم الفن، والجمهور والنقاد أشادوا بدورها. وبعد 3 سنين من زواجها من سناء شافع كترت ما بينهم المشاكل والأزمات بسبب فرق العمر ما بينهم، وكمان بدأت تبان ميول مختلفة ما بين الطرفين، لأن ندى كانت شابة في بداية حياتها وعايزة تنطلق وتسافر وتتفسح، وسناء شافع كان مشغول بدراسته والفن، وعلشان كده انفصلوا عن بعض في سنة 2001. وكانت شغالة في فيلم احنا صحاب في المطار مع المخرج شريف يحيى، ونشأت بينهم قصة حب في الكواليس، وقدر شريف يخطف قلبها واتفقوا على الجواز بعد ما يخلصوا تصوير الفيلم. وعاشت ندى في قمة السعادة في أول جوازها، لحد ما اكتشفت بالصدفة وهي ماسكة تليفونه إنه بيخونها مع ستات تانية، وحصلت بينهم مشاكل كبيرة، وبعد فترة ضبطته للمرة التانية بيخونها مع ست تانية. وكانت وقتها في قمة سعادتها علشان عرفته على حقيقته واكتشفت إنه ما يستحقهاش، وقررت وقتها تنفصل عنه، بس هو رفض ويتمسك بيها. وبعدها أصيب بوقعة صحية وفارق الحياة بعد سنة واحدة من جوازهم. وبعد كام سنة خرجت إشاعات كتير بتأكد إن ندى بسيوني اتجوزت من أيمن يونس لاعب الزمالك المشهور اللي لقبوه بفيلسوف. وطبعا الكلام أزعجها جدا، وخرجت نفت الموضوع وقالت إنها عمرها ما قابلته، وكل اللي حصل إنها دايما بترد على منشوراتها من خلال موقع تويتر. اتعرضت ندى لأزمة كبيرة لما احتفلت بزفاف بنتها بعد وفاة سناء شافع زوجها السابق ب3 شهور. وردت ندى على هجوم الجماهير وقالت إن بنتها كانت مخطوبة من أكتر من سنة، وأجلت حفل زفافها أكتر من مرة، واستنت أكتر من 3 شهور، وده مدة كفاية. وقالت كمان إن الحداد في الإسلام 3 أيام، بس إن سناء لو كان عايش كان هيبقى فرحان لبنته الوحيدة. نتمنى كل التوفيق للفنانة ندى بسيوني في حياتها الفنية والخاصة.